Hallo meine Freunde, أهلا بكم في قناتكم Hier ist Deutsch besser. الألمانية أفضل هنا. النهاردة هناخد الجزء الثاني من فيديو أهم 50 فعل ألماني مع الأكوزاتيف. مش هنطول عليكم ويلا بينا. وأول أفعالنا النهاردة erfinden يعني اخترع أو ابتكر. Wer hat den Computer erfunden? erhöhen يعني زاد أو رفع أو يزيد. والمثال بتاعنا Die Regierung hat den Steuersatz erhöht. يعني قامت الحكومة برفع معدل الضرائب. Erkennen يعني أدرك أو تعرف على. Ich erkenne dich auf dem Foto nicht. أنا لم أتعرف عليك في الصور. Erreichen وصل أو لحق. Wann kann ich dich erreichen? متى يمكنني الوصول إليك؟ Fordern يعني طلب أو يطلب. Ich fordere einen Geschäftwagen. أنا أطالب بسيارة تجارية. Fühlen يعني يشعر. Ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. أشعر بأنني لست بخير. Führen يعني ترأس أو قاد أو وجه. Sie führt den Friseursalon schön 25 Jahren. تدير صالون تصفيف الشعر من قبل 25 عام. grüßen يعني يحيي. Ich grüße dich. أنا أحييك. hassen يعني كره أو يكره. Ich hasse diesen Tag. أنا أكره هذا اليوم. heizen دفأ الشيء أو سخنه. Wir heizen den Raum nur im Dezember. نحن فقط ندفئ الغرفة في ديسمبر. kontrollieren يعني تحكم أو سيطرة. Der Fahrer konnte den Wagen nicht mehr kontrollieren. لم يعد بإمكان السائق التحكم في السيارة. korrigieren يعني صحح أو تصحيح. bitte korrigiere die Fehler im Text. من فضلك صحح الأخطاء في النص. küssen يعني قبل أو باس بالعامية. Sie können die Braut jetzt küssen. يمكنك تقبيل العروس الآن. leiten أدار أو يدير الشؤون. leitet die Firma schon viele Jahre. هو يدير الشركة من سنوات عديدة. loben يعني مدح أو أثنى. Du solltest deine Mitarbeiter mehr loben. يجب عليك مدح موظفيك أكثر. messen يعني قاس أو يقيس. messen Sie den Abstand genau. قيس المسافة بالضبط. nutzen يعني استخدم أو استغل. Du kannst mein Internet gern auch nutzen. يمكنك أيضا استخدام الإنترنت الخاص بي. pflegen يعني اعتنت أو حافظ على. Ich pflege deinen Vater lieber selbst. إنني أفضل أن أعتني بوالدك بنفسي. prüfen يعني تصفح أو راجع أو حقق. Wir müssen Ihren Antrag genau prüfen. علينا التحقق من طلبك بعناية. reparieren يعني يصلح أو يصلح. Wann können Sie mein Auto reparieren? متى يمكنني إصلاح سيارتي؟ riechen يعني شم. Ich kann dieses Parfüm nicht mehr riechen. لا أستطيع شم رائحة هذا العطر أكثر. sammeln يعني جمع أو يجمع. sammeln Sie den Restmüll in dieser Tonne. يعني اجمع النفايات المتبقية في هذا البرميل. warnen يعني حذر أو أنذر أو تحذير. Ich habe dich gewarnt يعني لقد حذرتك. wissen يعني معرفة أو عرف أو علم. woher wissen Sie das؟ من أين أو كيف علمت بذلك؟ überreden يعني أقنع أو يقنع. kann ich dich zu einem Picknick überreden؟ هل يمكنني إقناعك بالذهاب في نزهة؟ كده احنا خلصنا درس النهاردة، وكده خلصنا جزئين من أهم 50 فعل مع الأكوزاتيف. لو عجبك الفيديوهين دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، ولو ما كنتش اشتركت معايا في القناة اشترك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. Auf Wiedersehen.